انت رايح عند الدكتور امتى؟ رايح الخميس باذن الله. تفكرنا انت كنت رايح ليه؟ إيه، عندي اصابه في دراعي. طب انت بتصور دلوقتي؟ اه يا عم، انا في نص التصوير. هو انا كنت بصور ايه اصلا؟ فيديو التشتت. السلام عليكم، معاكم عبد الله الشورى، مقدم برنامج تعالى نفهم. بنتكلم هنا عن كل ما يخص تطوير الذات وازاي ابقى انسان افضل كل يوم. فلو يهمك المحتوى شرفنا بالمتابعه وباذن الله نقدر نفيدك. بعد ما حطينا الاساس من اهم المشاكل اللي بتقابل اي انسان وهو بيحسن اي جانب في حياته هي التشتت. فانا النهارده مش جاي اكلمك عن التركيز ولا عن ازاي تقلل التليفون في حياتك ولا انك تستخدم الطريقه الفلانيه عشان تحسن انتاجيتك. انا جاي اكلمك عن ليه انتباهنا ما بيفضلش في المكان اللي احنا عايزينه يفضل فيه. الفيديو هيبقى دسم ومليان كمية حاجات انت ممكن ما تكونش سمعتها ولا شفتها في حتة قبل كده. انا هكلمك في حاجات بالتفصيل. فبدون اي اطالة، لو انت من النوع اللي بيحب يستمتع باي حاجة او بيتفرج على الفيديوهات او الحلقات، هات الحاجة اللي انت بتحبها وسيبك من موضوع الفيديو. عايزك مركز معايا وتعالى نفهم. عشان نتكلم عن ازاي انتباهك خرج من الحاجة اللي انت عايز تعملها، لازم نفهم الاول يعني ايه انتباه ويعني ايه تشتت. انت دايما في اي وقت واي مكان محاط بكمية حاجات وكمية افكار تستحق الانتباه، ولكنك ما بتبقاش قادر تتعامل معاها كلها بنفس الدرجة. وده معناه ان العقل بيختار ايه اللي يخليه بارز وايه اللي يهمشه، واللي يهمشه ساعات ممكن يخليه بارز في ساعات تانية. فانت مش بتعيش الواقع حواليك كله بنفس الدرجة او المستوى. انتباهك بيحدد جزء محدد بس من الحاجات اللي حواليك، بيختار انها تبقى الحاضر بتاعك او الجزء من الحاضر اللي انت مركز عليه. ايه اللي بيحصل لما ندي انتباهنا لحاجة معينة؟ مش موضوعنا في الفيديو دوت، هكلمك عنه الفيديو اللي جاي باذن الله. بكل اختصار احنا جايين نتكلم عن التشتت. لحظة، هو احنا قلنا ان احنا عايزين نتكلم عن ازاي انتباهك خرج؟ هو الانتباه بيتحرك؟ ايوه بيتحرك يا صديقي، بس بعض حركاته بس اللي بنسميها تشتت. يعني انت دلوقتي مثلا قاعد بتذاكر، عطشت تقوم تشرب ميه، صح؟ انتباهك دلوقتي ساب الكتاب وركز مع الحاجه اللي انت هتشرب منها، لكن ده ما اسموش تشتت. لكن لو انت بتذاكر جنبك التليفون وجالك اشعار، دخلت تبص على الاشعار لقيته فيديو مبعوت لك، وبعد الفيديو ما انت شفته قعدت تقلب في التليفون، فهنا لا، انت انعزلت عن الكتاب بالكامل، بالتالي انت اتشتت. فالمشكلة مش ان انتباهك بيتحرك، المشكلة انه يتحرك بطريقة او يروح لمكان يفصلك تماما عن الحاجة اللي انت كنت عايز تعملها او بتعملها فعلا. طب في سؤال تاني دلوقتي مهم، هو التشتت ده جاي منين؟ التشتت مصدره حاجة من اتنين، يا خارجي يا داخلي. التشتت اللي جاي من بره سببه البيئة غالبا، اشعار، صوت، رساله او فيديو. وكلمه صوت هنا انا ما اقصدش بيها صوت التليفون جنبك كنت قاعد بتذاكر، لا، صوت خارجي مفاجئ زي ده كده. لكن التشتت اللي سببه من جوه ده اخطر من سببه من بره، لانه ممكن يكون قلق، رغبه تانية، او حتى فكره جديده مختلفه، خيال، او انت افتكرت حاجه. ممكن يكون احساس بعدم الراحه. افتكر جمله جميله جدا لاستاذ الرياضيات اللي كنت باخد عنده خلال مرحله ثالثه ثانوي، استاذ بنداري الله يبارك له ويمسيه الخير اينما كان. كان بيقول لنا ان هو لو ممكن يمسك عصايه ويقف على الطالب مثلا عشان الطالب يحل قدامه، ده مش هينفي ان ممكن الطالب ممكن يسرح او يبقى مش دماغه موجوده في الحصه، هو مش معاه، وده شيء المدرس نفسه ما يقدرش يعرفه. وفي واحد تاني ممكن الناس ما تعبروش او محدش يبص له، بس عشان هو عايز يعمل من جوه، مفيش حاجه هتشتته، فهيعمل بجد ويوصل. فده معناه ان انت ممكن حرفيا تسيب الموبايل وتقفله وبرضه لسه تفضل سرحان. ليه؟ لان المشكله هنا مش في المشتتات ولا حتى في البيئه حواليك، المشكلة هنا في عقلك. عقلك هنا هو البيئة المشتتة نفسها. طب ليه عقلنا بيسمح لنا أصلا نتشتت؟ ما هو ليه ما بيركزش في الحاجة اللي احنا عايزينها؟ لأن كل حاجة بتظهر قدام انتباهك مش متساوية، في حاجات مهمة وحاجات لأ، في حاجات غالية وحاجات رخيصة. وده لمين؟ لعقلك، مش لك انت. انت واحد وعقلك واحد تاني، فلازم تتعلم تاخد عقلك على قده. وانا والله ما بهزر، عقلك فعلا عامل زي طفل ولكن عنده قدرات تمشيك انت شخصيا، فلازم تتعلم تاخد عقلك على قده عشان ما يزعلكش هو في الاخر. اي حاجة جديدة مهمة او مثيرة بتشد الانتباه لمين؟ بالظبط عقلك. انما الحاجة اللي عايزة مجهود طويل، اقل اغراء، لان مكافئتها او اللحظه اللي انا هحس فيها ان انا مبسوط مش فوريه. يعني بكل بساطه عقلك بيقول ليه اذاكر دلوقتي والنجاح اللي هو ممكن انجح وممكن لا بعد كام شهر، في حين ان الفيديو اللي انا هخش اسمعه دلوقتي
هو موجود دلوقتي فعلا وانا ضامن ان انا هستمتع بيه. فالخلاصة عقلك مش ماشي زي ما انت عايز، عقلك ماشي على حسب هو شايف ايه دلوقتي يستحق الانتباه. قلنا ليه بنتشتت بشكل عام؟ طب احنا اصلا يعني احنا اتشتتنا خلاص، ليه اتشتتنا؟ والحاجة اللي احنا بنعملها في الاول احنا عارفين انها بالفعل مهمة، عشان معرفتك باهمية الحاجة مش معناه قدرتك على انك تحافظ على انتباهك فيها. لان التشتت مش عبارة عن معركة ما بين حاجة مهمة وحاجة غير مهمة، التشتت معركة ما بين حاجة تقيلة عليك دلوقتي وحاجة بسيطة مريحة أو مش متعبة عليك برضه في نفس الوقت. طيب هل احنا كل ما هنسيب حاجة مهمة هنجري نروح نسميها تشتت؟ الإجابة لا، لأن ده حرفيا هيبقى ظلم للإنسان، ومفيش حد بشكل عام هتلاقيه قادر يشتغل من غير ما يوقف، ده مش موجود. إذا لازم نفرق ما بين التشتت والراحة. الراحة معناها إنك توقف عشان قدرتك وطاقتك محتاجة استعادة، بكل بساطة البنزين خلص وانت رايح تملاه. لكن التشتت معناه ان انتباهك يسافر لحتة تانية اصلا، وطبعا ده مش مبرر عشان اي واحد يروح يهرب من اللي عليه يريح لي كل شوية على اساس انها اسمها راحة. لا، عايزك تفهم ان عقلك بقى هيختلق سبب عدم الراحة في بعض الاوقات عشان يمنعك او يخليك توقف. طب ايه العلاقة ما بين الارهاق والتشتت؟ شوف يا صديقي، عقلنا ماشي بنظام اسمه نظام توفير الطاقة. يعني انت كل مرة بتيجي تعمل فيها حاجة معينة انت ما بتصرفش طاقة على انك بتعمل الحاجة دي بس، لا، انت بتصرف طاقة كمان عشان تحاول تحافظ على انتباهك فيها. فانت دلوقتي عندك حاجتين بتصرف عليهم طاقة، الحاجة اللي انت بتعملها وحفاظك على الانتباه في انك تفضل تعملها. فلما تكون تعبان او مش قادر ده معناه ان مخزون الطاقة عندك بقى قليل قوي، الطاقة اللي موجودة مش مكفية. فلما تيجي تقول لنفسك انا معلش هدوس على نفسي وهكمل، انت كده بتقول لعقلك ان انا محتاج الطاقة عشان اعرف اعمل اللي انا عايز اعمله. طب التاني الحاجة اللي انا عايز ان انا بقى خلاص حافظ على انتباهي عشان اعرف اعملها، مفيش طاقة تقضيها، مفيش طاقة تكفيها، ده يخلي فرصة انك تتشتت اسهل. خد بالك انا ما بقولكش انك هتتشتت بنسبة 100%، لا، انا بقولك ان انت سهل ان يتم صرف انتباهك، وده ببساطة لان تم استنزافك. انت فعلا ممكن تكون عايز تكمل، بس انا عايزك تفهم ان انت قدرتك على المقاومة مش ثابتة طول اليوم. وده يقول لك ليه الواحد ممكن يكون صاحي ومفوق ومركز في اول اليوم، انما خلاص في نهاية اليوم تلاقيه فاصل وجايب اخره. نقطة كمان مهمة انت لازم تفهمها، وهي ان التشتت مش حاجة بتحصل دايما عمال على بطال، لا، انت ممكن تحط شروط للتشتت او تتشتت في الوقت اللي انت عايز تتشتت فيه. يعني انت لو بتذاكر جنب التليفون والتليفون بيعطلك، او بتشتغل وانت تعبان، او كل شوية تغير حاجة جديدة، فانت مش ضحية التشتت، انت حضرتك مصمم بيئة كاملة بتساعد انتباهك انه ينحرف بسهولة وبشكل مستمر. وبما انه بيتأثر بالبيئة، اذا ما ينفعش ان احنا نعتمد على قوة الارادة. طب نعمل ايه يعني؟ اقولك بس استنى عليا لاخر الفيديو. اخطر نوع من انواع التشتت انت ممكن تقابله التشتيت اللي شكله مش تشتيت. احيانا في ناس مش بتهرب تروح تفتح تيك توك، لا، المفروض مثلا انه يقوم يذاكر تلاقيه بيروق المكتب، هو عايز يشتغل يعمل حاجة تلاقيه عمال بيسمع حاجات فيها ومقطع الدنيا وما عملش اي حاجة. هو عايز مثلا يعمل فيديوهات تلاقيه عمال بيسمع كمية فيديوهات ودورات عن ازاي تعمل فيديوهات بدون ما ياخد اي خطوة فعلية. ظاهريا قدامك هو مش مشتت، لكن عمليا هو بيستخدم نشاط عشان يأجل نشاط تاني. انا عندك مثال، قبل ما احاول اصور الفيديوهات واطلع على النت كنت عامل فترة سنة كاملة عمال بحضر فيها للقناة. طب انا ليه ما دخلتش في الفترة بتاعت ما اتعملت ان تسمع فيديوهات من غير ما تاخد خطوة فعلية؟ هقول لك لا، انا خدت خطوة فعلية. انا كنت بصور ريكوردات وبنزلها على الواتس، وكانت في ناس بتسمع الريكوردات ديت وتعلق لي عليها. صح، كان في انتقادات وفي حاجات كانت فيها مدح برضه، ولكن اسمها انا خدت خطوة فعلية، وده اللي شجعني ان انا اطلع قدامك دلوقتي في الصورة. المهم نرجع لموضوعنا. قول لي كده كم مرة شفت فيها عيل صغير عشان مش عايز يذاكر يقول لاهله انا رايح اصلي هربا من الكتاب، او يمسك في طلب ابوه وامه طلبوه عشان يضيع وقت، يعني هو هنضيع وقت بره مش هنمسك الكتاب فيه. فدلوقتي انا لو سالتك انتباهك بيروح فين هتقول لي ايه؟ كنت عايز تذاكر، طلع لك اشعار على التليفون، الاشعار لفيديو الواحد انت بتتابعه على النت، فبدات تسمع الفيديو ونسيت ان انت اصلا كنت بتذاكر. فلما ترجع للكتاب بعدين تلاقي نفسك نسيت انت كنت واقف فين، او نسيت اللي انت ذاكرته بالفعل. كم مرة بيحصل لك حاجة زي دي في اليوم وانت مش واخد بالك مثلا؟ انا مش بشكك في ان انت فعلا عايز تتعلم، لكن انتباهك مقضي مصيف في حتة تانية. اختياراتك ممكن تأثر على انتباهك وتساعد في تشتتك، لان حضرتك مش بس بتختار افعالك،
لا، انت بتختار على مستوى درجات مختلفة. بكده انت بتختار الحاجات اللي تخليها وتسمح لها انها تنافس على انتباهك. الموضوع عامل زي ان انا اديتك 10 افلام وقلت لك اختار لي 5 انت عايز تخشهم بالترتيب. هنا دماغك هيبدأ يحط اولويات على حسب اللي هيعجبك انت. وحتى لو زهقت من الفيلم الاولاني تقدر تطلع منه وتروح تسمع التاني، ودماغك بيعمل نفس الطريقة في الحاجات اللي هو عمال بيعملها. يعني انت لو بتذاكر دلوقتي والمذاكره هي الاولويه الاهم، وطلعت فجاه حاجه مهمه تانية دلوقتي لانه زهق من المذاكره، هيسكبها حتى لو ما خلصتش ويروح يشوف الحاجه التانية. فعشان تقلل فرص انك تتشتت محتاج انك تقلل عدد المنافسين على انتباهك. الموضوع عامل زي زراعه البكتيريا. انا لو عايز ادرس او ازرع بكتيريا دلوقتي، انا بعمل ايه؟ بدي ماده معينه في الجار اللي انا هزرع فيه البكتيريا، اقتل فيه كل البكتيريا ما عدا البكتيريا اللي انا عايز ازرعها او البكتيريا اللي انا عايز ادرسها تاني. وكذلك انتباهك، لو انا عايز اركز على حاجه معينه اقتل كل المنافسين اللي موجودين قدامها، عشان هي دي الوحيده اللي تنمو، هي دي الوحيده اللي تكبر وتديك نتيجه. طب نحارب التشتت ازاي يا عم عبد الله؟ هنا انت محتاج تفهم ان التشتت مش خصم سهل ولا هيجي بمحاوله ولا اتنين. عشان تحارب التشتت انت حرفيا هتنزل معركه مكونه من 4 جبهات. لازم تحرص على جميع الجبهات دي كلها. انت بتحارب في 4 مناطق، يعني ما ينفعش تخسر في واحده. اول جبهه انت بتحارب فيها هي المشتتات الخارجيه. اسهل جبهه انت تحارب فيها وكمان تكسب وانت ضامن الفوز، لانها بكل بساطه بتعتمد على البيئه. يعني بكل بساطه هنغير الوسط المحيط بيك. يعني لو انت عارف ان الاشعارات بتشغلك وقفها، لو انت عارف ان التليفون بيأخرك اكتمه، لو انت في الاصوات حواليك بتضايقك استنى وقت هادي او روح مكان فاضي واشتغل منه. بدل ما تقول انا لازم ابقى اقوى واقاوم الوضع حواليا، اتعلم تعرف اذا كانت البيئه مناسبه الاول ولا لا. في مقوله بتقول لا يمكنك ان تتعافى في نفس البيئه التي جعلتك مريضا، فما تروحش تقعد في وسط البيئه اللي مش هتنفع وتقول لي هحاول. ما تراهنش على قوة إرادتك، لأن صدقني والله ما هتقدر، ومجهودك ساعتها هيبقى ملهوش لازمة. يا تروح بيئة جديدة يا تتعلم إنك تصنع بيئة جديدة لنفسك. فقلل احتكاكك مع المشتتات وما تخليش قوة إرادتك هي خط دفاعك الأول. تاني جبهة أنت بتحارب فيها وهي المشتتات الداخلية، ودي أصعب من الخارجية، لأن اللي بيسوحك هنا هو عقلك بنفسه، حاجة أنت لا تقدر تمسكها ولا تقدر تشوفها. تبدأ مثلا تقول لنفسك ايه اللي هيحصل لو حصل كذا. طب الموقف مثلا اللي حصل امبارح ده المفروض ايه؟ طب ثواني كده اتاكد من حاجه بسرعه. هنا محاولة انك ما تفكرش مش هتنفع، لانها مستحيلة ومش منطقية، ولانك في كل مرة تقول انا مش هفكر في الموضوع الفلاني هتلاقي نفسك بتفكر فيه اكتر. الافضل انك تتعامل معاها. لو رجعت الامثلة اللي انا لسه ضاربها هتلاقيها حاجات يا اما هي بتتعمل يا اما انت عايز تتاكد منها. يعني بكل بساطة انت ما انتش محتاج غير انك ما تنساهاش. فكرة او مهمة معينة طلعوا لك مرة كده واحدة فجأة، سجلها على ورقة او نوتة. لو انت طلعت لك حاجة مرة واحدة كده وانت في النص بتذاكر انت خايف تنساها، اكتبها عشان ما تنساهاش. كل الموضوع ليه تحتفظ بالحاجة اللي طلعت لك دي في انتباهك او في دماغك. طول ما انت قادر تحتفظ بيها في مكان او في ورقة تقدر ترجع لها تاني بعدين. خفف الحمل من على راسك عشان ما تتشتتش يا صاحبي. تالت جبهة انت بتحارب فيها التشتيت اللي شكله مش تشتيت، حاجة بتبعدك عن الهدف ولكن بتحسسك انك بالفعل بتنجز. هتسأل نفسك هل الحاجة اللي انت بتعملها ديت بتخدم فعلا اللي انت عايزه، ولا انت كده بتخلع بشياكة؟ مش بقولك شك في كل حاجة انت بتعملها، كل اللي انت محتاجه انك تعمل اختبار صغير. هل الحاجة اللي انا بعملها دي كنت انا مخطط لها قبل ما ابدأ ولا طلعت لي فجأة؟ لانها لو طلعت لي فجأة مبروك عليك، ده اسمه تشتت. رابع جهة انت هتحارب عليها وهي التشتت الناتج عن الارهاق. بكل منتهى البساطة روح ارتاح، لان مش منطقي تبقى تعبان مش قادر وتقول معلش كمان شوية. ساعتها بقى نديك المصطلح الجديد نقول لك لا لازم تفرق ما بين الراحة المقصودة والهروب المفتوح. ايه الهروب المفتوح ده؟ الراحة المقصودة زي تلت ساعة انت هتجمع طاقتك وترجع تكمل شغل، لكن الهروب المفتوح ان انت تيجي تريح تقول انا هروح امسك الموبايل شوية من غير ما تحدد وقت قد ايه. فانا عايزك لما تقول انا هروح ارتاح حدد فعلا انك هترتاح. ترتاح دي يعني انت ما تعملش حاجه، مش تروح تمسك التليفون، لان حتى مسك التليفون بيستهلك منك طاقه ذهنيه. يبقى سريعا كده نظامنا الشامل لمحاربه التشتت عباره عن هتبدا بسؤال انت مشتت من ايه. لو خارجي هتغير بيئتك، لو داخلي هتطلع الفكره وتسجلها في حته، لو نشاط يبان انه مش تشتت هتسال اذا كان بيخدم الهدف ولا لا، لو تعبان هتستريح بدل ما تروح تستنزف نفسك. لان مش كل مشكله في الانتباه هتنحل بان انت تنتبه
اكتر، لا بالعكس، ممكن تتحل بالبيئه، بالتنظيم وبالراحه. نقطه بقى مهمه جدا من نفسي لازم انت تكون فاهمها وواعي بيها: ما تحاولش ما تتشتتش، لان ده غير واقعي وما هوش الهدف من الفيديو اصلا. لان من الطبيعي هتسرح في مره، هتنسى حاجه في مره، هتجيلك فكره كده طرقت على دماغك مره واحده، حاجات انت مش هتتحكم فيها. فالمشكله مش انك خرجت وانتباهك خرج، المشكله ان انت تبقى خرجت ومش عارف انك خرجت. او يا عم انت خليك عرفت انك خرجت، انت ما انتش عارف ترجع. فالمهاره الحقيقيه مش عدم التشتت، لانها مش موجوده. المهاره انك لما تخرج تبقى عارف انك خرجت، مش بس كده، وتعرف ترجع كمان. لحد هنا خلصت حلقتنا النهارده. لو عجبك الموضوع ما تنساش من الاشتراك، ولو تعرف حد ممكن يستفيد مننا ابعت له الفيديو لحد ما اقابلك الاسبوع اللي جاي. شكرا لاستماع صديقي المشاهد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم. هتقفله يا جدع. خلصان. بالظبط، انا عايز ده.